طبعا كل واحد فينا في ايام الصغر عامة، او في الايام اللي هو ما كانش مستوعب فيها الدنيا صح، او ما كانش لسه نضج يعني، واحنا عيال من الاخر. آه، محدش فينا كان متخيل ان قد ايه ممكن التوقيت يفرق ويسند ويطلع وينزل بني ادم. ازيكم؟ انا ستيفن هاني، وده برنامجكم المتواضع البسيط الجامد فشخ، الانتقال من اليأس إلى اللبس. عاملين ايه؟ اتمنى يا رب يكون الكل بخير وبفرح وبسعادة الى اخره. طبعا سيزون الامتحانات، سيزون زنقة سيزون زنقة كده هو ساعتين الشاي وكوباية الجد، وهنموف قلنا على المنهج. إن السيزون ده المحبب الى قلبي، لانه بيكون اكتر سيزون بيطلع فيه كل الناس الصيوحة واللي انا بحبهم جدا، واللي انا اولهم على فكرة، يعني بره عن المقدمة النايمة اللي انا نايم فيها دي. بس حقيقي ما نمتش غير نص ساعة وقمت. كان موضوع التايمنج عامة، او كان موضوع التوقيت في دماغي بقاله فترة كبيرة جدا، فكنت حابب اتكلم عليه ويمكن باستفاضة شوية. يعني ممكن الحلقة دي تسرح مننا حبة النهاردة. ف لو كنت اول مرة تسمع البرنامج دوت، او جالك في السيرش عامة او ايا كان بشكل عشوائي بحت، آه، اقعد واستنى معانا كام دقيقة، هتلاقي نفسك مستمتع وهتلاقي نفسك بتتحكي في النص. اوكي، لا ما تقلقش، انا مش ساحر والله، بس ايه، بنعرف نظبط الدنيا. طيب، كوباية القهوة وشد معايا. زي ما احنا متعودين ان احنا بنمسك الموضوع من اوله لاخره. بدأ ازاي؟ امتى؟ فين؟ بسبب ايه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ووصل بينا الحال ده ازاي؟ طيب، ايه هو التوقيت عامة، او ايه هو فن اختيار التوقيت؟ تلات ارباعنا بياخد الموضوع بهاها، وبينزل طبعا تتر بلبل حيران لما كان بيقول عندنا في حاجة اسمها فن اختيار الهدايا، لما كان بيجيب معاها البرفيوم هدية عيد ميلاد صاحبتها ده، وكان ملا نص الكمام بتاعته برفانات وجاب ناس يحط لهم وبتاع. بس فعلا هو في حاجة اسمها فعلا فن اختيار الوقت. فن اختيار الوقت ده يعني ايه؟ مش فاهم. بمعنى، انا دلوقتي مثلا شفت، لو حد شاف منكم التريلر بتاع مسلسل دواعي سفر تقريبا بتاع امير عيد، تقريبا مش متذكر اوي، بس في لقطة غريبة فشخ عجبتني، وانا شخصيا بتعرض لها يعني. المكالمات المزعجة، يعني كنت هموت واتلفظ. المكالمات المزعجة جدا بتاعت الكاستمر سيرفيس او التيلي سيلز عامة، الناس اللي هي بتسوق لك من التليفونات. اللي هو انت شاب عندك 19 سنة، الداتا بتاعتك او تليفونك الشخصي بقى عند تليفونات او عند شركات التسويق العقاري، او ايا كان النوع، بسبب ان انت مثلا كنت بتقدم على شغلانه ولا حاجه، فالداتا اتلخبطت، حد يرن عليك. يعني انا للعلم بالشيء، انا اللي صحاني عشان اعمل الحلقه دي مخصوص كان تليفون من شركه تسويق عقاري بدون ذكر اسامي يعني. والله حد شغال عندهم رن عليا فوق 17 مره. فبجد يعني انا مش هسيب ومش هلعن، لان ده طبعا شغلهم وكل حاجه، وربنا يعين الكل وربنا يعين كل واحد شغال يا رب. انا عارف ان في ناس بتبقى هتموت اوردر، بس يعني خلينا نحسبها بالعقل. الساعه دلوقتي يا اولاد الحلال الساعه 10 وربع، تمام؟ 10 وربع دي مش جايه مع حضراتكو سكه، مش جايه مع حضراتكو سكه. وبما ان انتوا قدامكم الداتا بتاعتنا، يعني ده طالب، يعني ده الساعة 10 الصبح، حاجة من الاتنين: يا قاعد في ديت مع القهوة على المكتب،
يا بيذاكر يا بائس على على عين ميتين اهله، نايم عشان راح الشغل. فانت توقيت ميتين حضرتك ممتاز، مش عارف اقول لحضرتك ايه. والفكره مش في كده، الفكره في الاستمراريه. هو تقريبا خد النصائح اللي انا كنت بقولها زمان وبيعملها عليا او بيطبقها عليا. الاستمراريه في السعي يعني حتميه الوصول. هو وصل، وما مش هننكر هو وصل فعلا، بس يعني مش عارف يعني انت ازاي يا ابني، انت ازاي يا حاج؟ الفكره ان يعني برد: الو، ازيك يا فندم، حضرتك فاضي؟ لا. طيب ممكن اخد من وقت حضرتك دقيقتين؟ لا. طب كويس قوي. احنا معاك ايه يا ابن الجزمه، مالك فين؟ طب ماشي، يعني فتحت من باب فشخ الخواطر، بطرت خواطرك، قلت لك لا يا عم خلاص ما تكملش، سيبني انام، انا عايز انام. التوقيت يا معلم، صباح الخير، الساعه 10 الصبح. اصل يعني فهمني، انا دلوقتي واحد هشتري منك منتج قيمته تتعدى الملايين عن طريق تليفون وانا لسه صاحي. ما انا اكيد مش هطلع لك اللي تحت البلاطه، اللي هو اصلا لو كان في بلاط، مش هقول لك لو كان في تحت بلاط، لو كان في بلاط اساسا ولو رحت بعته ما كانش هيجيب تمن ربع تمن صبع اساسا، تمن المقدم. يعني انت دلوقتي جاي بتسوق لي منتج بملايين عن طريق تليفون. يعني استوعب، استوعب. انا عارف انه بيبقى تارجت عند ناس وبتاع والدنيا دي، بس برضه ما نضيقش يعني، ما نضيقش حدود افكارنا كده. بره عن الموقف ده، آه، اي حاجه في حياتنا لازم لها توقيت. ده بجد، اي حاجه في حياتنا لازم لها توقيت، الا انك تسمع البرنامج بتاعي ده، يعني ممكن تسمعه في اي وقت. بجد كل حاجه في حياتنا لها توقيت، ليها وقت معين عشان يتعمل فيها. بمعنى صح، الامتحان عندك ليه ساعتين، من الساعه كذا للساعه كذا، ما ينفعش تيجي قبلها، ما ينفعش تيجي بعدها. تمتحن بعدها المعيد هيسيب لك بالدين. هتيجي قبلها هيتقال عليك ان انت واحد من المرتدين، وان انت واحد عايز تخش الامتحان بدري ساعتين، زي ما حصل مع العبد لله. كنت فاكر ان الامتحان الساعه 8، نزلت من بيت 6، وكان اول يوم في الكليه. فميتين سب الدين يعني. الحمد لله انا وقفت ساعتها في نص الشارع، كنت قاعد عمال اسب على اللي صحاني، واسب على الكليه، واسب على المنهج، واسب على تمن كوبايه القهوه اللي انا، لا تمن القهوه اللي انا قعدت اشربه لحد حينما يسار يعني. فمعنى ان التوقيت مهم، انك لازم تبقى عارف يعني ظابط حساباتك صح. بمعنى انا دلوقتي هوجه رساله صغنطوطه فشخ الحبايب بتوع ثانويه عامه، او اللي هيخشوا على ثانويه عامه، او اللي بيخلصوا ثانويه عامه، وهتبقى مركزه اكتر للي هيخشوا على ثانويه عامه. طيب، بما ان انا كنت طالب ثانوي وكنت طالب معاق فشخ، انا بقولها علنا، هلخص لكم تجربتي في ثانويه عامه في في بقين يعني، زي ما بيقولوا الكتاب. بالنسبه لاخواتنا العرب اللي مش فاهم ايه ثانويه عامه دي، ده جزء، جزء التخصص. تخصص ايه ده؟ اخر مرحله قبل مرحله الجامعه او الكليه، او المجال اللي انت بتتخصص فيه في دراستك، زي الهندسه او الطب او ايا كان. دي المرحله اللي بتعديك قبلها، عشان في ناس بتبقى مش مجمعه يعني ايه ثانويه عامه وكده. طبعا ثانويه، وهي مش محتاجه غير شويه مجهود كبير فشخ جدا، كيك بوفتيك، وتوفيق طبعا من عند ربنا، زائد انك تبقى ميكانيكي وقت. يعني ايه ميكانيكي وقت؟ يعني عارف تظبط نفسك صح في الوقت، ما تزنقش نفسك في وقتك. انت لو زنقت نفسك في الوقت، صدقني سلاما على كل اللي انت كنت بتعمله. انا كنت واحد من الطلاب اللي والله العظيم كنت قاعد في حفرة، في حقبة، في كحبة، كنت يعني عايز اشتم،
في حقبة زمنية بنت 60 كلب. انا كنت دخلت ثانوية عامة، كانت المسرحية رقم 20 اللي عارضها على خشبة المسرح. عرضت، خلصت، على ما استوعبت ان انا خلصت العرض، او على ما استوعبت ان انا خرجت من حالة العرض، لقيت نفسي في شهر 12. ثانوية عامة بدأ من امتى؟ من 7. وقفت كده بعز ما عندي من اعلى صوت، وقفت في نص الصالة زي ما انا واقف دلوقتي، وقمت قايل احا شهر 12 يا دين امي. يعني المفروض ان انا في اقل من 6 شهور اكون مخلص. واو، حلو ده. احنا نعمل جدول، وبعد الجدول هنحدد ايام مذاكرة، وهنعمل كل حاجة، وهنحقق المعادلة الصعبة، وهخش طب. ستيفن، انت ادبي. اه، م... ماشي، ماشي. احنا هنحقق المعادلة الصعبة، وهنظبط الوقت، وهنعمل بعد كل ده كل المجهود اللي علينا عشان نقدر نخش ادب. 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 انت ادبي بقى، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ طبعا هرمونات الطالب المرقعنجي كانت ما بتسيبش حد في حاله. اه... تعالى يا عزيزي افهمك اللي بيحصل، او ايه اللي هيحصل معاك في الفترة دي. هتخش في زوبعة الدروس طبعا، اللي هي لا تعد ولا تحصى. تلاقي الدرس بال3 4 ساعات قاعد، انت نملت من كتر القعدة. في عضو في جسمك نمل، مش واصل له دم بسبب القعدة. طب قعدة ليه؟ طب قعدة فين؟ طب قعدة ازاي؟ ما تفهمش. انت من كتر ما انت قاعد انت لزقت دي كلمة صغيرة فشخ. انت محتاج حد يجي بشنيور كده يفصل طبقة الجلد اللي انت قاعد بيها عن الكرسي. انا بكلمكم بجد وربنا. انا كنت بقعد في الامتحانات، او بقعد في الشوامل، او بقعد في الحاجات اللي بتبقى زي دي، حقيقي كانت بتخلص عليا. انا كنت ببقى قاعد كده خلاص كده جبت اخري. انتوا ايه يا جدعان؟ انتوا ازاي كده؟ انتوا عندكم قوة تحمل لا ارادية. ده تبول لا ارادي، ده جلوس لا ارادي. لاجل ان انت لو لفت يمين لفت شمال هتلاقي واحد من الاسيستنتس بتوع الاساتذه طالعين يجروا وراك، ولا كانك عبد من ايام ده، من ايام اسمه ايه ده، من ايام التكفيريين، ولا من ايام الجهلاء. ايه يا جدعان؟ ليه؟ المره الوحيده اللي فكرت في اسيب فيها مدرس، او اللي فكرت اسيب فيها الحصه راح عشان كنت تعبان، عشان ما كنتش نايم. قمت والله العظيم في نص القاعه كده، كنا قاعه 500 بليار بني ادم. فقمت رفعت ايدي كنا بنقول عليه مستر زمان، بس دلوقتي بنقول عليه دكاتره. مع انه ولا دكاتره ولا خرا، والله العظيم، مع احترام الدكتور عصام لو كان بيسمع الحلقه دي. والله العظيم انا بحبك فشخ يا دكتور، انت عارف. بس ماشي، نعدي الموضوع ده. كنت ابص له كده، رفعت ايدي للاستاذ بقول له مستر انا عايز اروح. لقيت القاعه كلها بتضحك. طب ليه يعني؟ ليه؟ انا ممكن اكون ما اخترتش الوقت المناسب عشان اقول فيه الكلمه دي. ممكن عشان هو كان بيشرح اهم حته في المنهج، واللي هي كانت صعبه فشخ في التاريخ عندنا، وكان ليها علاقه تقريبا بمحمد علي. وكلنا اي حد عارف حبايبي بتوع الثانويه العامه يعني، وبالذات في ادبي، وبالذات الباب الثاني او الباب الثالث، عارف محمد علي. اي حد في ادبي عارف حوار محمد علي، او لسه هياخده. هو تروماتايزد، هو عنده تروما خلاص. ليه بقى؟ شايف حياته كلها عباره عن القلعه. انا بكلمكم بجد والله العظيم، شايف كل حياته عباره عن القلعه. شايف ثانويه عامه دي عباره عن القلعه. ازاي؟ هو المماليك دخل عازمينه على الغدا، الدنيا زي الفل، مره واحده اقفل الباب، سن السكينه سن المقص، لف واديني لا مؤاخذه رجلك. والله العظيم ده اللي بيحصل، وده اللي بيحصل، ده بجد، ده بجد. انا حاسس ان الحلقه دي قلبت ستاند اب كوميدي معايا، بس مش مشكله، عادي. هوصل المعلومه، هوصلها غصب عن ميتين كده. المهم، ف هتلاقي نفسك قاعد مزنوق زنقه باب. ايه ده؟ الوقت ده خلص امتى؟ كل ده خلص امتى؟ لحد ما يجي ميعاد نزول جدول الامتحان. انا اول ما الامتحان نزل، انا كنت فاكر والله، كنت لسه في ارض السنتر، كنت تحت خالص في الشارع عادي فشخ. دخلت ارض السنتر كده،
ها المزاريطة ورك سبيس ديش. والله دخلت كده بدماغي في الموضوع. ايه يا جدعان في ايه؟ لقيت العيال كلها اللي قاعد عمال يلهون، اللي قاعد عمال يلطم، اللي قاعد يقول ما عندناش وقت، ضيعنا الوقت، فين اللي كنا هنراجع فيه؟ فانا بقول نراجع يا جدعان، احنا لسه في اول السنه. وإذ فجأة لقيت ان احنا في شهر 4. وقفت بصيت لنفسي كده، بصيت لنفسي في المرايه بشكل عمري ما هنساه. لما روحت يعني اتفتح معايا هستيري الضحك بسبب ان انا ندمت على تضييع الوقت. او مش هقول لك تضييع الوقت، انا اتمرقعت. ومش هنكر بصراحه، وانا على فكره شخص لماح فشخ ومذاكرتي ممكن توزن نفرين. بلم الحاجه بسرعه جدا لحد ما لقيت نفسي هوبا دخل على الامتحانات. انا ايه الدوامه بنت الوسخ اللي انا فيها دي؟ انا ايه الدوامه دي؟ انا رحت فين ولا جيت منين ولا كل ده حصل امتى؟ التوقيت مش خط جرينتش، هو مش بظبطها تلقائي الساعه. يا نهار ازرق، انا كنت قاعد في امان الله، كنت لسه بقول هنذاكر في ثانويه عامه كويس. بس فجاه بقيت في الامتحانات. ايه ده؟ امتى؟ ازاي؟ كل ده حصل امتى؟ انا حاسس ان انا دخلت تليبورت كده، دخلت حاجه بتنقلني من الزمن للزمن. كنت شاب في ثانوي عادي فشخ، لقيت نفسي مره واحده خلاص بمضي في مكتب التنسيق ان انا رايح معهد العباسيه ابن الوسخ اللي عمري ما هنساه. كنت بتفرج على زمايلي. بصوا يعني والله مش قصدي حاجه، مع احترامي، المعهد او الكليه ديت هو مكان ليس لتحديد مستواك الاجتماعي، مكان ليس لتحديد مستواك النفسي عامة، حتى مش مكان يحكم عليك. انا اعرف ناس معايا في المعهد بتاعي، معهد كلية ايا كان وات ايفر، ممكن بتسمي ميتين امها ايه، في نفس المزاريطة، وحياة ربنا عندها عقليات افجر بكتير واعلى بكتير فشخ عن طلبة الكليات العليا. عشان دايما بسمع المقارنة بتاعت ايه ده انت معهد خدش كلها ليه حبيبتي؟ انت مال امك؟ ايه ده انت ضيقه قوي، معلش ثانويه عامه. خلاص اي حد بيسمع كلمه ثانويه عامه السلام عليكم، والله ما بهزر، اي حد بيسمع كلمه ثانويه عامه السلام عليكم خلاص. انت دفعه التابلت، يا نهار اسود، انت بتحس ابو الهول داخل عليك. لو انت ازاي يا ابني عديت بكميه الخزوقه والنفاق والقرف ده كله. نرجع لموضوعنا عشان ما نحيدش عنه. ف فكرة انك تعرف تظبط وقتك في كل حاجة مكسب ليك، ومكسب قوي 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 جدا. كأنك يعني داخل أوضة وسخة، مع احترامي لأي حاجة أو أي حد، يعني داخل أوضة وسخة وحابب إن أنت تقعد فيها. مع الوقت ريحتها هتطلع، مع الوقت هيجيلك ناس تزورك، مع الوقت لما يشوفوا إن أنت بني آدم مهمل في صحة أوضتك هيبقوا متخيلين يعني متوقعين، ودماغهم هتجيبهم ان هم برضو هيقولوا ايه اذا كان الاوضه اللي هو قاعد فيها دي بص عامله ازاي، ما بالك هيبقى افكاره، اسلوبه، نظافته الشخصيه، نظافته العقليه، طريقه تفكيره عامه، طريقه معالجته للمشاكل، ايا كان ايا كانت الدروب اللي انت هتلاقي نفسك وقعت فيه بسبب ان انت مش عارف تظبط وقتك. مع ان مع احترامي ليك مفيش حد فينا ما يعني مش عارف اوضحها ازاي، بس كل واحد فينا وقته في ايديه. وقتك في ايدك يا عم. انا كنت بشتغل، والله العظيم كنت بشتغل وبذاكر وبجيب فلوس، وكنت قاعد يعني خلاص بسيب الشغل مثلا قبل الامتحانات بشهر ولا حاجه، وبنزل اكمل شغل بعدها عادي فشخ، بشرط ان في ناس بتبقى احلى واحسن، ودي حقيقي بشاوت اوت ليهم. هم بيبقوا في عز الامتحانات وشغالين، الناس دي ربنا يعينها، هم عارفين يدوروا وقتهم صح.
عارفين يدوروا وقتهم صح، عارفين يستغلوا كل مساحة من وقتهم بالشكل الصحيح. ما بيضيعوش وقتهم في الصياح، بيضيعوا وقتهم في شيء ايجابي. على فكرة كل واحد فينا بيحاول ان هو يستغل وقته باسلوبه، او على حسب ما هو اتربى، او على حسب ما هو اتعود، او على حسب ما اهله عودوه، او على حسب ما هو استوعب على كبر او على صغر. زي ما هو كبر وعرف يعني ايه يستغل الوقت الصح في ان هو يعمل كذا كذا كذا، هيفضل يعمل كده لحد المنتهى. فخلينا نبقى يعني متفقين على حاجة واحدة بس، هو ان البني ادم ساعات بيبقى عارف امتى اعمل ده صح وامتى اعمل ده غلط. لان مفيش حد فينا مش عارف الصح من الغلط، كلنا عارفين. كل واحد فينا عارف من جواه ده صح يتعمل، ده غلط ما يتعملش. بس ساعات فينا الواحد عنده خصلة حب التجربة المجلدة. يعني ايه؟ مثلا انا عارف ان الريليشن شيب دي، او السيتويشن ريليشن شيب، او الريليشن شيبسي، العلاقة بنت الوسخة دي ما ينفعش اخشها. وانا لو دخلتها اكون بضيع وقت، بضيع مجهود، بضيع مشاعر، وبضيعني. الواد اللي قاعد في اخر التختة ورا كان متفوق في دراسته وكان مظبط دنيته، هو واقف قدام الريليشن دي، ايه سامية كوباية خديني بين احشائك قولي لي الحكاية. والله العظيم يعني كنت بشوف ناس وهم اصدقائي، يعني مش هقول اصدقائي، يعني هقول زمايلي. يعني مبدأ الصحاب ده والله العظيم انا محنداوي قوي، مش طالع غير بنفر نفرين من الدنيا عامة. أه، ويمكن هو يكون الوحيد اللي بيسمع الحلقة دي. لما شفت زمايل ليا وهم رايحين للأذى برجليهم، انا نصحت. بس ممكن اكون انا ما نصحتش في التوقيت الصح. ازاي؟ زي ما انا اهلي حاولوا ينصحوني في ثانويه عامه. انا مديكم ثانويه عامه على فكره كلها اللي ربط الحلقه دي كمثال، بس هو موضوع حلقه الحقيقي فعلا هو التوقيت. فيا ريت تجمع معايا. انا ممكن اكون ساعه لما اهلي كانوا بيوعوني على ثانويه عامه، هم ما كانوش جايين في وقت صح. وبره عن الوقت بقى خالص، بره عن الوقت وبره عن الشيء اللي بيخلي الوقت هو الصح، اسلوب القول في الوقت الصح. بص، خلينا نبقى متفقين ان بنسبة من 60 ل 80% الشباب اللي في السن من تحت ثانوية، اللي هو من سن 15 16 17 18 سنة، طبعا مرحلة المراهقة بتبقى شغالة، مراهقة متأخرة، مراهقة مبكرة، المراهقة في السن النضوج العادي، او في مرحلة النضوج. انا اسف، سن النضوج ده حاجة تانية. بتبقى العقول مقفلة شوية، وبتبقى مختلطة اكتر او مرتبطة اكتر بجماعة الصحاب. بمعنى ايه؟ معلش يعني مش هتلاقي حد لازق لوالده ووالدته في ثانوية عامة او في ايام المذاكرة، وهتلاقي ان هو قاعد مثلا في نفس الأوضة اللي هم بياكلوا بيشربوا وبيناموا فيها وسايب صحابه. لا، هو هيبقى مرتبط جدا بصحابه، بالذات في ايام ثانويه عامه. على الرغم انه ممكن تلاقيه يعني ليه واحد او ليه اتنين، بس بيبقى مرتبط اكتر بجماعه نفس السن بتاعه، نفس السن اللي انت بتبقى متوافق معاه. وتلاقي مثلا يا وعز الطلب لما تلاقي حد او اتنين او تلاتة متوافقين معاك في نفس الاراء او في نفس الاسلوب، او حتى متشاركين معاك في نفس الحاجة اللي انت بتحبها، نفس النادي، نفس الاسلوب، نفس الهواية، نفس الاكل، نفس الشرب، نفس نوع الحمام، ايا كان. فدول لما انت بتسمع منهم النصيحة انت بتبقى واخد الامر غض نظر. ايه في يا ابني، هات لي شرب وغمي بيه عيني، وجرني ولا كأني عبد بالظبط.
جرني كده، اجرحني بلقمه ناشفه والعيش عندك طري بجد، والله ما بهزر. فتلقائيا لما بتيجي تسمع اي نصيحه من اي حد تاني بره عن الجماعه دي، او بره عن يعني مش عارف يعني مش عارف احددها ازاي، بره عن الناس دول، انت حاططهم كده في مكان محدش يعرف ينزل منه، او محدش يعرف يعدي عليه. فلما حد يجي يتكلم معاك مثلا سين زي اهلك، او سين مثلا زي استاذك، او سين مثلا زي اسيستنت من الناس اللي انت بتتعامل معاهم، او دكتورك، ايا كان، هتلاقي نفسك قاعد عمال تهز في راسك. حاضر والله هحاول وبتاع وهعمل، هجرب، حاضر ان شاء الله، ادعي لي انت بس، ان شاء الله كذا كذا كذا. الا انك بتبقى واقف عارف انت حزين على نفسك، لان انت ما كنتش مستني ان النصيحة تجيلك من حد، ايا كان هو مين في الدنيا، ايا كان هو وظيفته ايه، اسلوبه ايه، شغال ايه اساسا. انت جوه عقلك بتقول انا قد ده، انا عارف ازاي يتعمل، بس انا مش عارف ليه ما بيتعملش. ممكن عشان انا ما عملتش الكلام ده في الوقت الصح. ودايما لما بتيجي في بالنا فكرة الوقت الصح، آم، بنقول مثلا ايه، عشان الدنيا ما جاتش معانا صح فبنتخنق او بنزعل. كلنا بنخش في دارك مودز، كلنا بنخش في اوقات الواحد فيها نفسيته بتبقى زي الخرا، سواء كان انا او انتي. فيا عزيزي او يا عزيزتي المستمع، ركزوا معايا في الحته اللي جايه دي شويه، عشان نكون بنتكلم في حاجه هي واقع أليم انا بتعامل مع الناس فيه. جربت قبل كده في ثانويه عامه او في الايام بتاعه المذاكره، آه، ان انا احاول ان انا احسن من نفسيتي شويه، لان انا بصراحه كانت نفسيتي زي الخرا بسبب الضغط اللي انا كنت فيه. فاتجهت لحد من زمايلي بدون ذكر اسامي، قال لي يا اسطى انا مخنوق وبتاع، الدنيا مش احسن حاجه. ايه اللي محقق؟ ما انت ما بتجيش الكنيسه ولا بتنزل دار عبادتك ولا بتعمل اي حاجه، انت بعيد عن ربنا، جرب تقرب من ربنا. استوقفتني الجمله دي شويه، لقيت نفسي خدت بعضي ومشيت بعيدا عن الشخص اللي كان بيكلمني ده. اتضايقت فشخ. ليه؟ هو ممكن يكون كلامه صح على فكرة، هو ممكن يكون، هو مش ممكن، هو كلامه صح، انا مش هنكر، بس مش في حالتي انا بس. آه، من الاخر عشان اوضحها لك اكتر، بلاش تربط كل حاجة او اي شعور بيجي لك بتأثيرك مع ربنا. على فكرة بيبقوا ناس فطاحل في الدين، بيبقوا ناس حرفيا لا بيسيب جامع ولا بيسيب كنيسة، ما بيخرجش بره حدود مناقشات الدين، او بيبقى بينه وبين ربنا في رابط كويس، في كونكت بينه وبين ربنا كويس قوي، ما يعني حقيقي زي ما بيتقال كده، ما بيسيبش فرض، وبرضه بتبقى نفسيتهم وحشة. فإياك إياك 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 لأي سبب من الأسباب إنك تربط حزن او زعل او خنقه شخص بانه بعيد عن ربنا. اوكي، هو ريزون طبيعي، هو ممكن، هو سبب وليس اكيد، هو سبب وليس اكيد. انت ممكن تلاقي نفسك انت مقصر مثلا مع ربنا او حاجه، فتتجه وتروح اتجاه تاني، انك بدل ما انت كنت متضايق بسبب لا شيء، لا بقى دلوقتي في سبب، بقى دلوقتي في وقت ممكن تعوض فيه مضايقتك دي علشان تلحق تكسب وقتك اللي كان ضايع منك. احنا ضيعنا وقت بما فيه الكفاية، حقيقي ضيعنا وقت بأساليب بشعة، بشع. لو كل واحد فينا استمر على نفس النهج اللي هو ماشي عليه، او على نفس الخطة، او على نفس الاسلوب، والله فعلا هيقع. انا شخصيا وقعت، ويمكن يمكن كمان بكلمكم من القاع. يمكن فعلا بكلمكم من القاع، انا ما فيش مكان يمكن اوسخ من اللي انا فيه ده حاليا اكلمكم منه. فالحلقة دي قبل ما تكون هي ليك، هي ليا قبل ليك. وبرضه فكر فيها شويه كده، هتلاقي نفسك ان انت ممكن تكون مقصر مع نفسك،
انت مش مدي نفسك وقت ان انت تتنفس. انت حاطط دايما نفسك في زون الحرق. انت بتحرق حالك علشان بس ما يتقالش عليك ان انت قصرت. يعني انت متخيل يا عزيزي المستمع ان انت حاطط نفسيتك 14 ساعة او 16 ساعة او 18 ساعة من يومك اون، او مشغل نفسيتك دقر وحشر في نفسك، وعمال تحرق في حالك وعمال تكركب نفسك، كل ده عشان مجرد بس ان يتقال عليك ان انت ما قصرتش؟ لا يا عم، انا اسف في اللفظ، كو على يعني اللي قال على اللي هيقول يولع. هتكسب ايه لما حد يقول لك برافو عليك انت عملت حاجه صح؟ عملت ايه؟ انت كسبت ايه؟ بشرط ان اللي هيقول لك كده هو هيقول لك كده علشان هو شاف قد ايه انت وزنك نزل، انت قد ايه نفسيتك اتمسح بيها البلاط، انت قد ايه اتعمل فيك واحد واتنين وتلاته. هتستفاد ايه؟ لا شيء. زيرو. الحصيله زيرو. فانت يعني حاول تستوعبها كده، وحاول تقلبها في دماغك زي ما انا بقلبها في دماغي كده. طب ما دام هي كده، انا مكمل في حاجه غلط ليه؟ او انا مكمل علشان مجرد ان يتقال عليا كذا 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 ليه؟ لا، ما ميتينك على ميتين رأيك على ميتين رأيها على ميتين على ميتين آرائكم كلها. انا هكمل في الصح اللي انا شايفه صح، اللي هو فعلا الصح، مش عشان اكمل بسبب ان حد يقول ان الواد ده ما قصرش، الواد ده عمل اللي عليه. انا مش عايزك انت اللي تقول كده، انا عايز اقول انا كده، عشان ما اجيش واقول انا اللي ضيعت وقتي بايدي، انا ضيعت الوقت اللي كان فاضل لي، اللي كنت ممكن استثمره في شيء ايجابي، في شيء ممكن يقومني، بدل ما انا عمال انزل 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 بدون اسباب وبدون اي فواصل اعلانيه. انا بلاقي نفسي عمال انزل. يعني ما شاء الله، شفت النسب اللي هي بتاعت الشركات، ارباح الشركات اللي بتطلع كده، اللي عامله زي التداول دي، الاسهم دي، انا نازلها بس. ده ولا السلم الكهرباء بتاع المترو ده، ايه الجمال ده؟ ايه الخارة ده؟ ايه اللي انا فيه ده؟ ليه الزوبعة الزمنية اللي انا فيها دي؟ انا هفوق امتى من السحلة بتاعت الوقت دي؟ هفوق امتى؟ انا هفوق امتى؟ وانا دي مش راجعة عليا انا بس، على فكرة انا دي راجعة على كل بني ادم بيحاول يفكر بايجابية شوية، بيحاول ان هو يطلع بره الصندوق ابن الوحش اللي في دماغه. فعلا الافكار دي، على قد ما هي مش مجرد افكار او اصوات بتدور في بال البني ادم، لان هي فعليا لو البني ادم ما استغلهاش صح هتبقى بتلات ارباع الماتش بتاع حياتك. هي قراراتك. بشوف دايما الالعاب بتاعت الستوري مود، بمعنى اصح الالعاب اللي ليها قصة، انت بتخش كده بتدوس على الزرار وبيقولك الستوري مود، تقوم دايس كده زي لعبة سبايدر مان بتاعت البلاي ستيشن، تقوم داخل كده في قصة. بيقول لك ايه، عندك اختيار الف اختيار ب. اختيارك بتاع الف انت مش هتعرف تتراجع عنه، فاختيار ب ده انتهى، فانت هتبقى حمل قرار ان انت اخترت رقم الف. يعني دلوقتي تتجوز البنت اللي بتحبها، ولا تركن الجواز وتكمل في كاريرك؟ قرارين ولاد وسخة، انت لو ما اخترتش حاجة فيهم دلوقتي هتضيع الاتنين من ايديك، وهتفضل عايش منبوذ شراب مقرح محيضن، ومش هتطلع ومش هتتغسل، هتفضل بوساختك. انا بكلمك بجد. فاللي هو ليه ما تاخدش بالك ان انت في قرارات بنت حرام حلوه فشخ في ايديك؟ ليه؟ انا اعرف واحد زميلي والله العظيم ساب سنه تعليم، يعني قعد من الكليه سنه، هو قدم الورق في الكليه واتقبل وبتاع، بس ما امتحنش وما راحش وما حضرش، قعد سنه. هو مش هنكر، حوار قعدة السنة دي هو حوار ابن وسخة، وهيضايقه جدا في الشغل قدام، وهي الى اخره. بس السنة دي عمل فيها ايه؟ جهز نفسه ماديا، جاب لابتوب اشتغل اشتغل فيه من البيت، اشتغل فيه في شركة، وعمل كارير وي 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 كل ده في سنة. ليه بقى؟
استثمر وقته صح. هو شاف ان السنه اللي هيقعدها في الكليه دي هيدفع فلوس، هيحضر محاضرات، هيعمل وهيعمل وهيعمل كل ده علشان في الاخر يلاقي نفسه جايب مقبول، على الرغم من ان هو مجهوده اللي هيتعمل هو ممكن يجيب امتياز بلس. في لغه بابجي اس بلس. هيبقى جايب فشخ التقدير. يقول للدكتور هو يا ابني الجزمه من هنا انا اللي هعلم لكم الماده. بس علميا هو ما عرفش يحقق اي حاجه غير انه اتظلم. في ناس بتتظلم، وفي ناس بتظلم نفسها، وفي ناس الوقت بيظلمها، وفي ناس بتظلم وقتها. فانت لازم تختار انت مين في دول. انت مين وناوي تتحرك امتى؟ لو عرفت ترد على الاسئله دي صدقني، مش دلوقتي بس وقدام، لو عرفت ترد على الاسئله دي مش دلوقتي بس وقدام، صدقني هتبقى من احسن واعلى واكبر عملات القوم. حتى لو كان جيبك فاضي، ده مع ان مفيش حد بيعرف يستثمر وقته جيبه بيبقى فاضي. لو انت فعلا بتستثمر وقتك صح عمرك جيبك ما هيبقى فاضي. ولو عملت كده انت فعلا هتبقى من احسن وافخم الناس. لو حتى ما كانش قدام باقي الناس هيبقى قدام نفسك انت. هتبقى انت مبسوط ان انت عملت كل اللي عليك، وان انت مبسوط بحصيلة او الحاجة اللي انت طلعت بيها. انت مبسوط عشان انت حققت اللي انت كنت عايز تحققه. زي فرحة شاب خلص لسه مخلص ثانوية، اول حاجه كان حاطط دماغه عليها الكليه دي تبقى فاتحاله بابها من احضان الوسع. اللي هو تعالى يا ابن الصرمه، انت كنت عايز تخشين بقالك 6 سنين، اهلا بيك. وطبعا مع احترامي للعبه القدر بنت الوسخه اللي هي بشوف احلامي بتتدمر قدام عينيا. انا واحد شاف القسم اللي كان عايز يخش قدام عينيه، كان بيعدي من قدام الكلية اللي كان هيخشها طول عمره كل يوم في الشغل بعجلة مصدية، وكنت اتخبط بيها اكتر من 3 مرات، 3 4 5 6 7 10 مرات. كنت بعدي من قدام الكلية اللي انا كنت هموت واخشها، هموت. كنت بحلم بيها من وانا صغير. كلية علوم. كان قسم يا دين امي، كان قسم لسه طالع. كنت بدور عليه من وانا عيل في 6 ابتدائي. كلية علوم قسم علم فلك. كنت عايز اشتغل في مرصد في الفيوم عشان ومن بعدها عايز اطلع اسافر بره. احلامك اللي بتتهد صدقني حاجه من الاتنين، يا هي ما كانتش ليك يا انت اللي اتمرقعت. ولو ما كانتش ليك مالكش اي حق ان انت تزعل عليها. لكن لو كانت ليك وانت اللي اتمرقعت، مش هقولك افشخ نفسك عتاب، بس احرق نفسك في اللي جاي. بمعنى ايه؟ ما تسيبش فرصه تطلع من تحت ايديك، ما تسيبش وقت الا لما تستغله صح. وانا هدي لنفسي النهارده كام يا احبابي في الله؟ النهارده 16/5. من 16/5 ل 16/9 قبل عيد ميلادي ب4 ايام. هندي اوبن تايم كده، تعال نجرب نعمل التجربه دي سوا. من 16/5 ل 16/9 معاك 4 شهور تقريبا. هنحاول فيهم على قد ما نقدر ان احنا نعمل اي حاجه وكل حاجه احنا ممكن نكون عايزينها. شوف 4 شهور عندك اوبن كل حاجه. شوف انت عايز تعمل ايه ويلا نعمله. واللي هيقدر يشارك مثلا حاجه زي كده او هيبقى مبسوط ان هو ياخد التجربه دي معانا. عامه مفيش حد بيسمع البرنامج بتاعي لما هو معاه الرقم الشخصي بتاعي، مع الاكونتات بتاعتي كلها سواء كانت انستجرام، فيسبوك، تويتر، ايا كان. فاي حد هيبقى محتاج اي حاجه يتواصل معايا باسلوب عادي فشخ، وهتبقى مشاركه للنجاح، مش مجرد حاجه انت عملتها لنفسك بس انت هتفتخر بيها لما تلاقي ان حد بقى فخور بيها معاك. أه حلقه دسمه انا مبسوط بيها، ومبسوط ان انا عملت الحلقه دي فشخ فوق المستويات يعني. وهفضل فاكر الحلقه دي كويس قوي، على الرغم ان هي كانت طالعه بسبب عشوائي جدا، وممكن ممكن يكون بسبب حلم اساسا. الا ان انا فخور بنفسي جدا، وفخور بكل انسان بيحاول، وفخور بكل انسان بيعرف يستغل وقته صح. وهفضل فخور بيهم جدا، بيك او بيكي
يا أعزائي المستمعين. شكرا ليكم، ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.